هلو باتر كابس، معاكم هدير نجيب، لايف كوتش، يوجا انستراكتور، سول دانسر اند ديتوكس كونسلتنت. النهارده جاي اكلمكم في موضوع سريع، وهو ازاي ما تخافيش لما تطلعي مشاعرك، او ان انت تبطل تخاف تطلع مشاعرك، لانه عقلك متسيستم دلوقتي انه انا اول ما هظهر مشاعري الشخص ده هيبعد عني ومش هيبقى موجود وهيختفي. طيب اول حاجه حابه افهمها لك او بفهمها لك بتخليكي تتعرضي لده، هو ان انت بتبتدي تكتمي مشاعرك وتوصلي الاحتياج العاطفي الطبيعي لحرمان. فده بيعرضك لايه؟ اول حاجه بيعرضك لراجل غير مستعد، او بيعرضك لراجل غير سوي عايز يشحن نظره الانبهار وبعدين يمشي، او بيعرضك لشخص نرجسي بيتغذى على الحرمان بتاعك وبيستغل ضعفك وبيستغل الشعور بتاع الضعف بتاعك ويبتدي يسيطر على العاطفه بتاعتك ويحس من خلالها ان هو ليه قيمه، من خلال ان هو شايفك ضعيفة او عندك حرمان، وهو المتحكم في ان هو يديكي الشعور ده. فده يعني بتاخدي او بتجذبي ناس على مستويات مختلفة من عدم السواء النفسي. فلو انت حولتي او انت حولت احساس الاحتياج الطبيعي للعاطفه للحرمان وقعدت تكبته لان انت خايف منه او انت خايفه منه، هتبتدي تجذبي الاحتمالات دي. فمن المهم جدا تبقي فاهمه انه مش احسن حاجه ان انا اكبت مشاعري. طب اعمل ايه؟ اول حاجه تبقي فاهماها كويس قوي انه الاحتياج العاطفي ده طبيعي للبني ادمين كلها، وما ابتديش اخاف من مشاعري، ما ابتديش اخاف من الحب. اللي بيخليني مصدقه ان انا اول ما هطلع مشاعري الناس هتهرب او الشخص ده هيهرب، اني انا ببقى خايفه اصلا من مشاعري، وبعد المرحله دي كمان بصدق انه مشاعري دي ضعف، وانه انا لو حبيت هتعلق، وان انا لو حبيت هكون ضعيفه، انا بحب بطريقه غير صحيه فانا خايفه اطلع المشاعر دي. فانا اول ما ابتدي افهم انه المشاعر دي طبيعيه جدا وعند كل انسان ومخافش منها، واتصالح مع العلاقات القديمه اللي انا اتخذلت فيها، لان غالبا هي اللي مسببه لك الخوف ده او محسساكي انك هتتعرضي لده تاني. لازم اتصالح مع العلاقات القديمه واتصالح مع الاحساس ده وما حولوش لحرمان. طيب في شخص طبيعي جدا متزن، مش هيكون غير سوي ولا حاجه، جاي يحاول يتعرف عليا وانا عارفه كويس ان هو متزن ومستعد للعلاقه وما عندوش اي مشاكل من الحاجات التانية دي، بس انا مش عارفه ما اخافش، مش عارفه احس انه انا اطلع مشاعري عادي، مش عارفه احس ان انا لازم اتعامل طبيعي، مش عارفه اوقف الخوف اللي بيكلمني ان انا لو طلعت مشاعري هيبقى الموضوع طبيعي. مش عارفه اعمل كده. اعمل ده ازاي؟ من المهم جدا ترفعي القيمه الذاتيه بتاعتك وتعرفي ازاي تكوني ممتلئه قصاد اي شخص، مش الشخص ده بس. اللي بيخلي الشخص ده يحس بالنفور ناحيتك لما بتطلعي الهبو بتاع الحرمان في وشه وبتشوفي انه ده ضعف، فالشخص ده بيتهز، بيبقى مش عارف يعمل ايه، حتى لو هو سوي بيبقى مش فاهم هيتعامل معاها ازاي، فهو بيحس ان هو غريب معاكي، بيحس ان في حاجه ما فيهاش فلو، انتي من جوه بتديله طاقه تحسسه ان هو متلخبط. فعشان ده ما يحصلش لازم انت من جواكي تحسي ان انت القيمه الذاتيه بتاعتك عاليه، ومش وجوده معاكي او مش انه العلاقه تمشي هو ده اللي هيدي ليكي احساس بانك تمام. لا، دي بتتعمل من جوه، مش عشان حاجه حصلت بره فدخلت جوه. يعني من جوه لبره، مش من بره لجوه. مش لما يجي علاقه، مش لما تيجي شغل، مش لما يجي فلوس، مش لما يجي لبس، مش لما يجي مود، لا، من جوه لبره. انا حاسه ان دي موجوده، دي يعني validation، انا تمام. انت لو ما جيتش عندي فانا مش هتهز، تمام. فلازم احس انه الفاليديشن ده مش بيجي عشان خاطر اي حاجه، الفاليديشن ده موجود جوايا. طب اعمل ازاي الفاليديشن ده بيني وبين نفسي هدير؟ عشان انت بتقولي حاجات كتير وبنحس ان احنا ما عندناش اي حلول. الحاجات دي بتيجي لما انت تعملي عادات بتشحنك. يعني ايه؟ يعني بتحسسك انك نفسك. لما ببقى على حقيقتي، لما بعمل الهوايات اللي بحبها، لو ما عنديش اي شخص في الكون بيديني كلمات حلوه، انا هوفرها لنفسي بان انا اعيش اكسبيرينس في الحياه بتديني الحريه، بتديني الانطلاق، بتديني الحب. لو انا بعمل حاجات كتير زي دي بتشحنني كل الحاجات اللي انا قلتها دي، هتلاقي القيمه الذاتيه بتاعتك عليت. وكل ما كان عندك تجربه حياتيه كل ما انت هتبقي تقيله. عارفه يعني ايه تقيله؟ يعني القيمه بتاعتك تقيله، مش هتاخدي قيمتك من علاقه ابدا، وده بيوصل قوي. والانسان اللي شايف القيمه بتاعته، الانسان اللي قدامه بيسمعها، بيسمع صوت الطاقه دي، بيسمع صوت انه طاقتك عاليه وان هو هيبقى نفسه هو اللي يبقى معاكي لانه طاقتك عاليه.
الانسان دايما بيحب يبقى مع انسان طاقته عاليه والقيمه بتاعت نفسه شايفها، يعني بيحب يبقى حاسس انه الانسان ده شايف نفسه. كلنا عادي، مش مغرور بس شايف نفسه، يعني حاسس ان هو يعني على وضعه كده زي ما احنا بنقولها يعني. فدي تيبس اند تريكس سريعه عشان ما تخافيش ابدا وتكوني مطمنه وانتي بتطلعي مشاعرك. اتس اوكي حتى لو مشي، انا مش خايفه. وحتى لو انا حبيت ده مش معناه ضعف ابدا، الحب شجاعه وقوه. الحب فعلا للناس اللي عندها شجاعه، مش اي حد بيعرف يحب. فانتي شوفي ان الحب شجاعه وقوه. شوفي انه انتي لو هو مفضلش معاكي ده خسارة ليه مش خسارة ليكي، انتي ما خسرتهوش، هو خسر ان هو يبقى في الطاقة بتاعتك وفي الدوائر بتاعتك. شوفي ان انتي دايما بتدي حاجات حلوة، شوفي القيمة اللي انتي بتشحني بيها الناس اللي حواليكي. فلو شفتي انت بتعرفي تدي ايه كويس وقدرتيه حتى لو قليل، هيبتدي اللي قدامك يشوفه، عكس الناس اللي بتفضل تدي كتير كتير وهي حاسه ان هي مش مقدره الحاجات اللي هي بتديها، في اللي قدامها مهما هي عملت ما بيشوفوش. فدي تيبس اند تريكس سريعه، يا رب تكون فادتكم. كنت مبسوطه ان انا كنت معاكم، والفيديو الجاي هعمل لكم حاجه عن الدانسينج تاني. اشوفكم في فيديو تاني، ولو احتجتوا اي استشاره او اي معلومه في سيشن هتلاقوا الرقم للتواصل موجود في البايو على انستجرام. اشوفكم في فيديو تاني، باي باي.